في سؤال دايما بيتكرر، اقتناء قطعه من عندكم هنا المعرض يتم ازاي؟ الدنيا احنا عندنا هنا صالة العرض، واللي موجود هو اللي معروض للبيع، بس في بعض قطع دي اللي معروض للبيع الحاجات بس مش دي. مش دي مش معروضه. دي هتخش في المجموعة الخاصة بتاعة الفنانة. احنا بنتتبع كل فنان من طفولته، مراحل نموه ونضجه الفني، بنشيل قطعة في المجموعة الخاصة بتاعتنا عشان عندنا تاريخ كل طفل بدأ هنا وكل مراحل عنده البصمة بتاعته يعني نجاح ليها كذا لوحة موجودة. بالظبط في مش للبيع، بنسميها الكولكشن بتاعتها. مش للبيع. لا مش للبيع. شوفي احنا مش هو مش نشاط تجاري. انا عارف المادة مهمة عشان الاستمرار، لكن بس في حاجات الهدف ما تتباعش. دي تفضل في مصر. دي حاجة حصلت هنا فريدة من نوعها في الدنيا بحالها، دي تتسجل هنا في مصر. طيب والاقتناء بقى بيتم ايه؟ اللوحات اللي بناء على ايه بتقولوا دي لاي حد ممكن يقتنع؟ بص، عشان احنا عاصرنا الناس دي وشايفينهم وفاهمهم، زي ما بقول لك ولادي، فانا فاهمه كل واحده، فلما بشوف انها خطت خطوه جديده بستنى اشوف النتيجه واقيم القطعه، اقول دي تفضل عشان دي هتعلم في نموها، باينه دي مرحله جديده. مرحله. في بعد كده قطع عاديه او مش اقل جمال، لكن قطع اقدر استغنى عنها لان في حاجه زيها بتحكي عن المرحله دي، فممكن ابيعها. فالزوار بيجوا يتفرجوا على الحاجات اللي موجوده متاحه. مين نوع الزائر اللي بيبقى مهتم ان هو يجي يتفرج ويقتني؟ كل انسان بيتفاعل مع الفن وبيقدر المجهود ده وبيحس بيه ويحب انه يكون معاه في بيته ويعلقه على الحيطه عنده. هل في زوار دائمين يعني يغيبوا ويجوا يبصوا يشوفوا الجديد؟ متتبعين باستمرار. والناس كتير بتيجي، وبعدين بيزورنا كمان طلبة جامعة وفنون جميلة وفنون تطبيقية وعمارة. يعني احنا مكان مفتوح. الحمد لله. الحمد لله دايما. 71 سنة والمكان، أنا كل ما أجي أزور أو أي حد بيجي يزور بيلاقي دايما مكان محافظ على روحه وحيطانه وكل حاجة. الحفاظ ده له ثمن كبير قوي عندك يعني. طبعا يعني ثمن بيبذل، بس لحاجة جميلة طبعا. احنا متمسكين بيها وفخورين بيها وممتع. يعني أنا بندين لوالدي يعني احنا عارفين قد ايه زرع حاجه عميقه وقويه وجميله، وبتثبت ان قد ايه البني ادم مليان حاجات جميله. ان الناس اللي بتشتغل ده ناس طبيعيه، يعني دي فلاحات. يعني اقدر اقول ان في منهم ما بيقروش ويكتبوا، لكن في فنهم لا مؤاخذه حد من خريج جامعه مش هيعملها طبعا من اصالتها وعمقها. واحنا بندين للوالد ان هو عمل لنا الحاجه الحلوه دي في 70 سنه. الحمد لله. بشكر حضرتك. الله يخليك، الف شكر. نورتني. وانا شغاله ممكن الغي حاجات واحط حاجات، بس ما ببقاش متخيلها يعني صوره كامله في دماغي، لان هي ممكن اشتغل كل يوم يجيني فكر جديد. يعني انا عامله النباتة، بس هعملها ازاي؟ شغلي يعني الشغل اللي تفكيري بتاع كل يوم هو اللي بيجيب معايا الفكره. يعني ممكن الغي حاجه احط حاجه. عملت نباتة جت كبيره ممكن اضطر احط حاجه جنبيها رفيعه، الغي حاجه. يعني اول ما ببتدي ببقى محدده حاجات كتير، وبعد كده وانا شغاله الشغل اللي بيناسب بعضيه بحطه. مش كل اللي بتخيله في الاول هي حتى هي لوحه من الدماغ، بس مش ثابته.